السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن كشعب سوداني فطن لازم نكون ورا جيشنا السوداني، وما لازم أبدا بيدنا نساعد العدو على أنه يدمر بلدنا ونكون ضد جيشنا. الكلام ده بيكون بالمعركة الإعلامية الحاصلة الكبيرة اللي هي هدفها أنها تضلل وتشوش الشعب السوداني وتخليه يصل مرحلة الاستسلام، أنه الواحد يقول خلاص ما مشكلة أنا أنضم للعدو بس عشان أخلص. فنحن ما ممكن الواحد فينا يشير رسالة لو قراها بتمعن كويس ممكن يفهم جدا المكيدة الداسيها العدو فيها، يشيلها يحولها في الجروبات بس بمجرد أنه أنا حصلت على معلومة أشيلها أرسلها في الجروبات عشان أنا أكون المتصدر بجدارة في تحويل الأخبار أول بأول. الناس تبقى واعية وتعاين في الرسائل وتفهم محتواها كويس، وكل واحد فينا عنده المقدرة أنه يميز الكلام ده صح ولا غلط. فنحن ما ممكن نساعد العدو بأنه نشجعه بتدمير نفس كل السودانيين ونحبط همة الشعب السوداني. لازم شعارنا في كل وسائل التواصل الاجتماعي يكون بقاء بفائدة أو رحيل بلا ذنب، لأنه أنت لما تدخل حزن في قلب أخوك المسلم السوداني ده أنت اكتسبت ذنب. فدايما الرسائل اللي أنت ما متأكد منها وما متأكد من مصدرها الواحد ما يحولها، الواحد يميت الباطل بالسكوت عنه. حاجة وصلتك أنت حاسة أنه الرسالة دي ممكن يكون محتواها تدميري للبلد وتكون ضد البلد، ما ترسلها لأي جروب ولا لأي إنسان تاني، خليها عندك وامسحها وأميت الباطل بالسكوت عنه. لازم كلنا نوقف إرسال الرسائل الهدامة دي ونطلع الطاقة الإيجابية جوانا. الجيش قادر أنه ينتهي من المعركة دي، كلها مسألة زمن وبإذن الله ربنا حينصر الحق. لازم نحن نكون واثقين في ربنا أنه حينصر الحق، لأنه اللي حصل علينا ده جور وظلم، ولحد الآن في ظلم حاصل على الشعب السوداني. لازم نساند الجيش، لازم نوقف المهزلة الحاصلة دي ونثق في نفسنا أنه نحن حنبنيه بإذن الله. نحن قادرين أنه بعد الجيش ينتهي من العدو من البلد قادرين نبدأ من الصفر وقادرين نعمل أي حاجة في السودان بإذن الله تعالى. الخيرات اللي عندنا ما عند أي بلد تاني، ولازم نكون متيقنين أنه المعركة الإعلامية دي ما أقل من معركة السلاح بيشي. عجبتني رسائل حقت شباب بيرسلوا أنه واحد مهندس كهربائي شفت رسالته قال أنه أنا متكفل بأنه أعيد إنشاء أي محطة كهربائية أو أي ضرر حصل في الكهرباء مجانا لمدة عام. رسائل من ناس بيقولوا أنه إحنا اتنهبنا وحصلت لنا مشاكل لكن حنقوم وحنعمل أي حاجة. لازم نحن نبعث الرسائل الإيجابية دي، نحن حنقدر. لازم نغير الإحباط والسوء الحاصل جوانا ده بأنه إحنا حنقدر، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم نثق في نفسنا أنه إحنا قادرين بإذن الله نطلع السودان من الهاوية الوقع فيها دي، وقادرين نبنيه بإذن الله بكافة أجناسنا بكافة طوائفنا السياسية باختلاف أي ثقافة حاصلة في السودان. نحن حنكون يد واحدة وحنقدر نحن نبني السودان بإذن الله تعالى. ومن اللحظة دي لحد ساعات النصر إن شاء الله الناس تعقل أي رسالة بتجيها وما يبقى التحويل بس مجرد نسخ ولصق من غير أن الواحد يفهم ويعقل الرسالة اللي بيقراها دي. أسأل الله العظيم أن يجعل تدبيرهم في تدميرهم وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. فتكم بعافية وفي أمان الله.